مش قادره اوصف لكم الاحساس عامل ازاي ان انت تسيب بلدك و- وتبقى في بلد تانية. اي نعم هي دولة عربية، لكن في الاول وفي الاخر غربة عن بلدك اللي انت عشت وتربيت فيه. انا دلوقتي في عجمان، منطقة اسمها عجمان الجرف 2. آه، الامارة دي جميلة جدا، هادية جدا، منظمة جدا، نظيفة جدا جدا جدا. بس تحس ان هي خاوية على عروشها، يعني ما فيش ناس في الشوارع قوي. وده تقريبا بسبب ان الحرارة مرتفعة جدا جدا هنا. شفتوا بقى لما يكون حد كده اعمى وماشي بيلطش؟ انا دلوقتي عاملة زي الاعمى اللي ماشي بيلطش. يعني مش عايزة اكون اوفر، بس بجد عايزة اقول لكم ان مصر بلدنا حلوة قوي. مصر حلوة قوي 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 قوي، يعني الغربة هتخليك تحس قد ايه بلدك حلوة مهما كنت بتعاني منها او تعبان في العيشة بسبب غلاء الاسعار اللي في كل الدول. يعني موجة غلاء على كل الدول وفي كل العالم. بس احنا علشان جوه مصر فمتهيأ لنا الدنيا بره 100 فل و14، لكن لا، والله العظيم الحياة هنا اصعب على حسب ما انا شفته لسه. يعني في اول ايام، يعني اول ايام اللي انا فيها دلوقتي، واقول لكم ان الدنيا صعبة جدا جدا جدا. الله المستعان في الايام اللي جاية. وبما ان انا بقى لسه جاية ومش عارفة حاجة، فلازم اعرف مكان هتعيش فيه وهتشتغل فيه، لازم تبقى عارفه وتبقى فاهم الخدمات تلاقيها فين، الحاجات اللي انت هتحتاجها لبيتك هتلاقيها فين. فطبعا احلى حاجة هنا لقيتها المولات. كمان اللي انا عرفته ان السوبر ماركت ده بيبقى استغلالي جدا في الاسعار، بيبقى مضاعف السعر في اي حاجة، سواء السلع الغذائية او المنظفات او اي منتجات تانية. المول اللي بيبقى جواه مثلا هايبر ماركت، الهايبر ماركت ده بيبقى اسعاره كويسه جدا جدا جدا. طب انا دلوقتي رايحه في مول اسمه سفير مول، كنت بسال عليه دلوقتي. انا مش عارفه طبعا، انا اول مره اروحه، بس انا في حاجه انا عايزاها من هناك. انا بسال عليه تقريبا هو في المنطقه دي. المحلات هنا تحفه، جميله جدا. انا هبقى اخدكم ان شاء الله في يوم كده وندخل المولات دي واحد واحد وهوريكم. درجة الحرارة عالية جدا عالية جدا. انا كده وصلت سفير مول اللي كنت بدور عليه اهو، سفير هايبر ماركت. ده من اكبر المولات اللي موجودة هنا. الجو نار نار، درجة الحرارة هنا يا جماعة نار بجد. وده ده من الاسباب الرئيسية اللي ما تلاقيش حد في الشوارع بسبب درجة الحرارة العالية. هندخل المول دلوقتي. هندخل سفير مول في عجمان، إمارة عجمان. وكده ده المدخل. من داخل المول كده احنا، مول رهيب كبير جدا. تعالوا نشوف بس كده مكان نجيب منه ازازة مية علشان انا ريقي نشف. من داخل سفير مول ده يعتبر اغلى مول هنا، اغلى مكان ممكن تشتري منه. طبعا في اماكن تانية كتير. في اماكن تانية مولات تانية دي بتبقى ارخص. انا هبقى اوديكم المكان اللي هي فيها الاسعار ارخص شوية، لكن هنا الاسعار رهيبة. يعني في سفير مول اغلى حاجة ممكن تلاقيها في سفير مول. طبعا ده ركن زيت الزيتون.
الازازه دي زيت زيتون، اديكم مثال يعني. دي الازازه ده ممكن، دي مش كامله لتر او مش كامله كيلو، ب 17 جرام. غاليه جدا طبعا. اوريكم اسعار الرز. طبعا الرز من كل الدول، يعني من كل تشكيلات الرز. الرز المصري هنا فين علشان ندور عليه؟ ده الستاند بتاع الرز. رز من كل الدول. وتشوف ان الرز ده لونه غريب ازاي، شايف ان الغمقان بتاعه حبات مختلفة. هندور على الرز المصري بقى. فين الرز المصري؟ اهو. رز مصري، رز مصري. سعره كام بقى؟ ده وزنه 5 كيلو ب34 درهم اماراتي. احسبها انت بقى. 5 كيلو ب34 درهم اماراتي. تخيلوا هنا اغلى من عندنا بكتير. يعني الرز في مصر تقريبا دلوقتي ب15 او 17 جنيه. شوفوا هنا هيبقى يعني بكام الكيلو. نستند الرز. هنكمل ندخل مكان تاني. شوفوا من الصدفة بقى ان في حد بيوقفني علشان التصوير، فطبعا طلع مصري. لسه مكملين معاكم. دي بقى التلاجة بتاعت المخللات والزيتون. بصوا احنا كده في قسم الخضروات والفواكه. عايزه اوريكم حاجه انا لقيتها يعني غريبه، ما بتحصلش في مصر يعني. بصوا البطيخ. البطيخ بصوا معمول، شايفين بيتقطع ازاي؟ ده طبعا البلح اللي احنا بنقول عليه البلح العراقي في مصر. ده الشمام اللي بنقول عليه الشمام في مصر. شوف بقى، انت لو عايز ربع بطيخه، نص بطيخه، زي ما انت عايز. يعني لو حد عايش لوحده. بصوا شكل الثلاجات. بس طبعا الاسعار، مش احنا في مصر بنقول الدنيا غلا والكلام ده كله، احنا هنا يا جماعه والله العظيم الاسعار هنا نار. نار في مصر رحمه واحسن من هنا بكتير قوي. تعالوا بصوا احنا نخش على الفواكه كده. بصوا كل ما يخطر على بالك فواكه من كل دول العالم هتلاقيها هنا. بس تعالوا نشوف الفلفل الالوان سعره ايه. الفلفل الالوان اهو 95 7 درهم. تعالوا. بصوا احنا هنا في الستاند بتاع التوابل بقى. التوابل والشطه والبهارات. بهارات البرياني وبهارات مشاوي وبهارات لحمه عايزه اقول لكم الحاجات دي هنا غاليه جدا 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 عن مصر. شوفوا يعني دول العلبتين دول مع بعض ب 14 درهم. 14 و90 يعني 15 درهم. اهو 15 درهم. لو هتحسبها برضو اضرب 15 في 5، 75 جنيه. يعني دول ب 75 جنيه. وكمان عرض بهارات البرياني. وكمان ده مثال كركم مطحون ب7 درهم، يعني ب35 جنيه. دول ب35 جنيه مصري لو انت هتحسبها بالمصري. عمالين نعيط ونقول الاسعار والاسعار والاسعار، والله العظيم عندنا في مصر ارحم من هنا. تعالوا بقى اوريكم الثلاجه بتاعت اللحوم والفواكه. بص الرجول، طبعا دي رجول عجل ودي رجول خروف. بصوا مثال، يعني احنا عندنا الطبق ده فيه قطعتين، يعني فيه صدر فرخه مقسوم نصين اهو. صدر فرخه مقسوم نصين ب 16 درهم. احسب انت بقى 16 درهم في 5 جنيه مصري، شوف هتبقى بكام. في المنبر اهو
في دهن وفي كبد فراخ، بس الاسعار نار يا جماعه، الاسعار غاليه جدا. ثانك يو. انا بشوف بس الحاجات. ربنا يخليك، حضرتك مصري؟ ربنا يخليك، تسلم. انا بس بقالي يومين بس هنا فبشوف الاماكن. ربنا يخليك، متشكره جدا. احلى حاجه هنا بقى في البلد التزام باشاره المرور. حتى لو الطريق فاضي انت لازم تلتزم باشاره المرور. بصوا ده محل ملينا. ملينا للعطور. بصوا ملينا. ملينا للعطور. احنا فعلا ملينا. هقفل بقى معاكم دلوقتي وهكمل معاكم في فيديو تاني مرة تانية ان شاء الله. باي.